هاتي لي بقى أي صينية عندِك وتعالي جرّبي الفكرة بتاعتنا دي، أنا واثقة إن أنتِ هتنبهري بالنتيجة بتاعتها، وهنعمل كمان النهارده بعجينة واحدة 3 وصفات، بجد ما تفوّتوش الوصفة دي علشان هتعجبكم أوي. كالعادة حبايبي ما تنسونيش من دعمكم بلايك وشير على الفيديو وتعليق حلو زي قلوبكم، ويالّا نسمّي ونصلّي على رسول الله. أول حاجة كده أنا جِبت طبق واسع وباحط فيه هنا كيلو من الدقيق، كيلو من الدقيق ده هيعمل معاكِ 8 أكواب. أول حاجة كده لازم تنخليهم كويس جدًا بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، علشان لو فيهم ردة أو أي حاجة تطلع منهم، وكمان تبقى العجينة هشة معاكِ. بُصّوا بقى على الكيلو الدقيق أو 8 أكواب من الدقيق دول هنحط نُص معلقة من البيكنج باودر، هاحط هنا معلقة صغيرة من ريحة الكحك لو متوفرة عندِك، هاقلّب كل المكونات الجافة بتاعتي دي. بعد كده هاحط معلقتين كبار من السمسم أو 3 معالق كبار من السمسم، تمام كده، باركنه بقى على جنب، وابتدي هنا أجيب حاجة تانية كده أو طاسة تانية، هاحط فيها هنا كوباية ونُص من السمنة. ولازم الكوباية اللي أنتِ عايرتِ بيها تعايري بيها بقية المقادير. هنا النُص كوباية السمنة دي نُص كوباية السمنة دي باكمّلها بزيت، باكمّلها بقية النُص التاني زيت، يبقى أنا كده حطيت كوبايتين من الدهون. بس كده بابتدي إن أنا أرفعها على النار واسيبها لمّا تسخن معايا. باجيب هنا طبق تاني واحط فيه كوباية من اللبن، هانزل عليه بمعلقتين صغيرين مليانين كده من الخميرة الفورية. هانزل عليهم كمان ب3 معالق كبار من بتوع الأكل سكر، وهاقلّب بقى كل الكلام ده مع بعضه كويس جدًا عشان الخميرة والسكر يدوبوا. بعد هنا ما السمنة بتاعتي دابت وسخنت، هي مش اللي هي سخنت أوي غليت معاكِ، لأ سخنت يعني حاجة بسيطة. بعد كده هانزل بيها على السمسم وعلى الدقيق بتاعي. أنا خلّيت السمسم كده على الوش علشان يتحمّص معايا من سخونة السمنة. بعد كده ويُفضّل إن أنتِ تشتغلي في طبق يكون سليستين أو ألمونيوم، ما تحطّيش زيي كده في طبق بلاستيك، علشان سخونة السمنة بتاعتِك، بس أنا اتعاملت بسرعة وقلّبتها علشان ما توصلش للقاع. هاقلّب بقى كل الكلام ده كويس مع بعضه السمنة مع الدقيق بتاعي. بعد ما تبرد معايا بابتدي بقى إن أنا أفرُكها على إيدي بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، لازم أغلِّف كل السمنة أو أبِسّها بكمية الدقيق بتاعتي، تمام كده؟ وهابتدي بقى إن أنا أشتغل فيها وأبِث فيها كويس لغاية أمّا تبرد، وبعد كده تكون شربت السمنة كويس جدًا. بعد كده بقى هاحط هنا نُص معلقة من الفانيليا، فانيليا كده زي ما أنتِ حابة، فانيليا سايلة أو باودر. هاحط هنا ريحة اللي هي السمنة البلدي، باجيبها من عند العطار بتخلّي المعجنات حلوة أوي. هاحط كمان ريحة برضه اللي هي ريحة الموز برضه بنحطها، برضه باجيبها من عند العطار. لو بُصّي كل الحاجات دي إيه، يعني لو مش موجودة عندِك مش مشكلة خالص. باحط بقى كوباية الحليب اللي إحنا إيه اللي إحنا عملناها في الأول. باضيف كمان نُص كوباية من المَيّة الدافية، وأهم حاجة برضه تكون اللبن بتاعِك يكون دافي. زي ما قُلت لِك لو مش متوفر عندِك الروايح دي يبقى هتحطي بس الفانيليا وتمام على كده. هاقلِّب بقى كل الكلام ده كويس مع بعضه لغاية أمّا أكوّن عجينة معايا. معايا كمان نُص كوباية من المَيّة الدافية، بازوّدها شوية بشوية كده. المَيّة بازوّد شوية بشوية علشان خاطر ألِم العجينة، وفي نفس الوقت ما اعجنش كتير علشان خاطر إيه العجينة بتاعتي ما تاخدش مَيّة كتير وتنشف. باختبر بقى العجينة بتاعتي، بابتدي إن أنا أكوّرها كده، لو لمِّت معايا كده وما شقّقتش وأنا بافردها يبقى هي كده تمام. هنا جِبت العجوة بتاعتي ده القالب عامل منّه 400 جرام، القالب الواحد 400 جرام، بابتدي إن أنا يعني أخلّيه لَيِّن على إيدي كده. بعد كده باحط له معلقة صغيرة من الزبدة أو السمنة وأحط له فانيليا، وابتدي بقى إن أنا إيه، أمسكه بقى أعجنهم كويس جدًا العجوة بتاعتي دي أعجنها كويس جدًا مع بعضها كده مع السمنة أو الزبدة اللي أنتِ حطيتيها، والفانيليا بتخلّي ريحتها حلوة. لو حابة تحطي معلقتين من السمسم يبقى تمام وحلو خالص. بابتدي بقى إن أنا أكوّرها على إيدي بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. وكمان هنا هاعمل صنف كمان غير اللي هي كور العجوة، هاعمل كمان إيه، هاوريكم دلوقتي هاعملها كورة كبيرة كده. بُصّوا هاوريكم دلوقتي وإحنا شغالين هاعمل إيه. أول بقى وصفة معانا هي القرص اللي هي القرص المبسوسة، القرص العادية خالص بتاعة أمهاتنا زمان. بُصّوا بابتدي إن أنا أفرد العجينة وأحط فيها كورة العجوة بتاعتي، وابتدي إن أنا إيه، أطبّقها كده أو أفردها كده حاجة بسيطة، أضغط عليها حاجة بسيطة كده. بُصّوا الصواني بتاعتي مش مدهونة أي حاجة، علشان هي فيها سمنة زيادة مش هتلزق معاكِ. وأحلى حاجة تشتغلي فيها هي الصواني الألمونيوم، تمام كده. بُصّوا باخلّص بقى أول تشكيل معايا وده بسيط خالص مش بياخد معاكِ أي وقت. بُصّي هتفردي حاجة بسيطة كده برضه، وبعد كده هتجيبي السكينة وتدّيها بس شرطتين من فوق كده. ده أول شكل معانا.
بصوا بقى هنبتدي ان احنا نعمل هنا القراقيش، وانا هعملها النهارده في صاج واحد كده علشان تكون سريعه معاكي وسهله. الصاجه بتاعتي علشان دي هي الصاجه دي بتلزق شويه، فانا دهنت فيها حاجه بسيطه من الزيت. تمام كده. هبتدي بقى ان انا افرد العجينه بتاعتي على زي ما انتوا شايفين كده بالنشابه لغايه اما افردها على الصاجه بتاعتي كلها. بعد ما بفردها كويس جدا كده، بس بتكون الطبقه الرقيقه مش تخينه. تمام كده. هفرد برضو العجوه بتاعتي كوره كده من العجوه اللي احنا شلناها على جنب، وابتدي برضو احط عليها كيس كده، وابتدي ان انا افردها برضو على المفرش بتاعي بالشكل ده، او كيستين فوق بعض يعني. وابتدي ان انا افرد العجوه بتاعتي على مقاس الصاجه اللي انا حاطه فيها. تمام كده. او اللي هي صينيه تكون مستطيله، تكون المقاس 30. تمام كده. بس اهم حاجه ما تخنيش العجينه بتاعتك، سواء من تحت او من فوق، تخليها رقيقه خالص علشان القرقش بتاعتك تطلع كده مظبوطه. بصوا ببتدي برضو ان انا افردها كده وبالراحه كده من اول الصينيه، من اول الصاجه ببتدي ان انا احط هنا العجوه بتاعتي. بصوا اي زيادات كده في الحرف بحطها هنا في الحتت اللي هي ايه، محتاجه ان انا احط فيها حشو. بس كده بفردها كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بفرد بقى اخر طبقه اللي هي الطبقه اللي على الوش. واحط برضو كيس كده علشان العجينه ما تلزقش في النشابه، وافردها برضو بمقاس اللي هي الصاج. وبعد كده بحط المفرش زي ما انتوا شايفين كده، او تشتغلي بكيسه مفيش مشكله، او ورقه زبده اي حاجه. المهم بقى هتيجي فرداها كده، شفتوا الطبقه رقيقه ازاي، واي حاجه برضو تكون لسه ما خدتش كده ببتدي ان انا احط عليها وافردها. وبعد كده بحط هنا ايه، بحط سمسم على الوش. تمام كده. مش بدهن اي حاجه، انا بحط بس سمسم على الوش كده. وابتدي برضو ان انا اضغط عليه علشان يلزق كويس جدا في العجين. بصوا بجيب الكيس برضو تاني كده، واضغط برضو كده، وبعد كده اجيب النشابة وامشي كده على السمسم بتاعي علشان يلزق كويس جدا. بصوا سهلة وبسيطة، وعملنا صاج قرقش بالعجوة في ثواني، تحفة. عايزة اقول لكم بجد خطير. هتبتدي ان انت ايه تقطعيه بالسكينة قبل ما يخمر معاكي. اول حاجة كده بنقطعه بالطول، ما تحاوليش ان انت تخنيه، خليه رفيع كده علشان الوحداية تطلع معاكي كده خفيفة وحلوة، ما تكونش تخين. بصوا هقسمه بقى كده بالطول، وبعد كده هقسمه كده على اللي هي صوابع بقى، صوابع الايه القراقيش بتاعتك. بصوا على 4، 1 2 3 4 كده. بس بيكون ده الشكل بتاعنا، وده خلصنا تاني شكل من الاشكال بتاعنا. ده تالت وصفة برضو من نفس العجين. هنبتدي ان احنا نفرد برضو على كيس كده، هنفرد العجينة بتاعتنا على كيس، وبعد كده هنفرد العجوة بنفس فردة العجينة بتاعتنا، وهنحطها كده على العجينة زي ما انتم ملاحظين كده. هنشيل بقى الكيسة ونظبطها كده، نحاول ان احنا نظبطها كده، اي حتة اي عجينة كده ما فيهاش عجوة فنحاول ان احنا نحط عليها. بصوا بقى كده هنيجي لافين بقى. بعد ما نخلص كده هنيجي لافين كده من اول الطرف بالعرض مش بالطول. تمام كده. اهو هنبرم على قد كده. بس ايه تحاولي تضغطي على البرمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده بقى ايه، ده اخر وصفة معانا اللي هي المنين بالعجو. خلاص كده بنقفل. بنبتدي بقى ان احنا بصوا من النص تخينة شوية، ومن الحرف بصوا ايه رهيفة. فهتبتدي بقى ان انت تجيبي سمسم وترشيه كده على المفرش بتاعك، وتظبطيها بقى. هتضغطي كده من النص علشان تبقى متساوية على زي الطرف بتاعها. فاهمين قصدي؟ بصوا بقى كده اتظبطت ازاي. شايفين كده انا بضغط كده علشان برضو السمسم يلزق فيه. تمام كده. بس بقى بجيب هنا السكينة بتاعتي وبالورب كده، وببتدي ان انا اقطع المنين بالعجوة بتاعنا الحلو ده. بصوا بالشكل ده. عملنا 3 وصفات من عجينة واحدة. عايزة اقول لكم خطير، وان شاء الله هيعجبكم اول وصفة بتاعتنا دي النهاردة. بس كده بقطع بقى كل الرول بتاعي، وفاضل برضو قطعة كده هعملها لوحدي بقى واوريكم الشكل في الاخر. ببتدي بقى ان انا اخلص وبرضو ارص في الصينية. الصينية زي ما قلتلك مش بدهنها اي حاجة، انا بس دهنت الصاجة علشان هي بتلزق شوية في المخبوزات بتاعتي. هخلص بقى واسيبهم لما يخمروا شوية كمان، بسيبهم بس نص ساعة يخمروا تاني، او ربع ساعة لو انت في الحر، لو الجو حر. خلصت بقى كل الصواني بتاعتي، وده بقى ما شاء الله كيلو دي اخد معايا كمية قد ايه تحفة.
بابتدي بقى زي ما قُلت لكم هاسيبه هنا نُص ساعة يخمر كمان، وبعد كده باشغّل الفرن بتاعي، لازم يدخلوا على فرن سخن، باحطهم في الرف الوسطاني، لمّا ياخدوا لون من تحت بابتدي إن أنا أشغّل عليهم الشواية. المنين بالعجوة بياخد وقت شوية مش وقت طويل برضه عشان العجوة ما تنشفش معاكِ، بس القرص اللي هي المبسوسة بتاخد وقت اللي هو إيه، يعني على نار هادية، لمّا تحمر من تحت بتشغّلي لها الشواية، نار هادية، هُم كلّهم بياخدوا نار هادية. برضه الصاجة بتاعة القراقيش برضه هتدخّليها فرن سخن، هتحطيها في الرف الوسطاني، هاقول لكم بقى علشان الصاجة دي في ناس سألتني برضه الصاجة دي بتحرق والّا لأ، هي بصراحة بتحرق من النُص، أنا باعمل إيه، باحط مَيّة سخنة في طبق على الصاجة من تحت واحطها على الرف الوسطاني وابتدي إن أنا أشغّل من تحت بس مش باشغّل الشواية، باشغّل الشواية في الآخر. بُصّوا ما شاء الله عايزة أقول لكم من النُص أصلًا اللي هو كان بيتحرق معايا تحفة، ما حصلوش أي حاجة. المَيّة اللي هي حطيتيها من تحت دي المَيّة المغلية هتوزّع الحرارة في الصاجة ومش هتخلّي أبدًا الصاجة دي تحرق معاكِ أي حاجة. فهمتوا بقى أنا قُلت لكم إيه؟ يا رب تكونوا فهمتوا قصدي. بس كده، هتحطّي بقى الصاجة بتاعة القراقيش دي هتدخل على نار هادية زي ما قُلت لِك علشان تستوي كويس. بُصّوا بقى بتطلع بالجمال اللي أنتم شايفينه ده، برضه ما تطوّليش عليها في التسوية علشان العجوة ما تنشفش معاكِ، حاولي إن أنتِ كل واحد عارف التضبيطة بتاعة الفرن بتاعه ومتحكم بقى في الفرن بتاعه وكده، بس كده، ده كل ما شاء الله اللي إحنا عملناه، عايزة أقول لِك بقى تحفة، حفظتهم بقى في العلب البلاستيك دي أو أي حاجة بقى تحفظيها عندِك، المهم ما تكونش ورق بقى علشان ما تشربش السمنة اللي هي في القراقيش أو المنين بالعجوة، تمام كده؟ حفظتهم بقى وده بيكون شكلهم تحفة يا بنات، عايزاكم تجربوها علشان هتعجبكم أوي. وعملنا ما شاء الله من عجينة واحدة كل 3 وصفات الحلوين دول. باتمنى بقى لو أنتم شُفتوا الفيديو لغاية النقطة دي، ما تنسوش بقى في الكومنتات تصلّوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وتذكروا الله وتقولوا لي بقى تسلم إيدِك على الوصفة بتاعتنا النهارده، وتجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها. عايزة أقول لكم بقى هافتحها معاكم كده وتشوف شكلها من قلبها. عايزة أقول لكم إن هي العجوة ما نشفتش، العجوة فيها سايحة تحفة. بُصّوا القراقيش، عايزة أقول لكم خطيرة. جربوا بجد الوصفة دي النهارده علشان بجد والله هتنبهروا بالطعم إن شاء الله لو عملتوا نفس الخطوات دي. بُصّوا المنين بالعجوة تحفة إزاي. عايزة أقول لكم أحلى بجد كل الحاجات اللي إحنا عملناها أحلى بجد من اللي أنتِ بتشتريها من المخبز. بصراحة بنشتري الحاجة هناك غالية من المخبز، فأنتِ عملتيها بحاجة بسيطة. بُصّوا هنا أنا عملت هنا برضه شوية كده بالملبن وتحفة، الملبن سايح ومش ناشف خالص. باتمنى يا بنات تعملوا لايكات كتير على الفيديو بتاعنا النهارده، وتعملوا شير مع أصحابكم عشان الناس كتير تستفيد معانا، واعملوا متابعة للصفحة، واشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو تاني، وأقول لكم السلام عليكم.